السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقائكم كيف العادة فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال بصحة جيدة يا رب. ان شاء الله اليوم باذن الله غادي نقترح عليكم بسبوسة بالمكسرات وبالسميده اللي كتجي محمرة. صراحة بسبوسة هموية لذيذة لذيذة بزاف. تقدروا تقدموها للضيوف ديالكم وتقدموها لوليداتكم لانها صحية. وان شاء الله يعجبكم الاقتراح ديال اليوم وتجربوه. هذا هو الاهم عندي، انكم تجربوا الوصفات على بركة الله. نبداو استعراض المقادير وكذلك الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غنبدا استعراض المقادير. غادي نحتاجو كمية ديال المكسرات عندي هنايا، شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع وشويه ديال الزبيب اللي حتى هو قطعته. كتبقى يعني المكسرات اختياريه: كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال السكر، 2 كؤوس ديال السميد الرقيق، السميده الرقيقه اللي حمرتها في المقله اللي كتكون ما كتلصقش، معلقه كبيره ديال الدقيق، 3 الحبات ديال البيض، شويه ديال الملحه، رشيشه، ساشي واحد ديال الفاني، وجوج خميرات، جوج ساشيات ديال الخميره الكيماويه، ما يعادل 16 غرام. هادو هما المكونات وراهم مضبوطين. ندوزو على بركه الله. الطريقه سهله جدا. كناخذ لك كاس ديال الخلاط الكهربائي، يعمل فيه 3 الحبات ديال البيض، رشه ملح، كاس ديال الحليب. الطريقه غتعجبكم سهله بزاف. غنزيد كذلك ساشي واحد ديال الفانيلا. غنضيف كذلك كاس الا ربع ديال الزيت. غنزيد كذلك نصف كاس ديال السكر. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه ممكن يدير كاس الا ربع، ولكن نصف كاس راه كتجي الحلاوه هي هذيك على حسب الرغبه ديالكم. غادي نضيف كذلك قبل ما نضيف النواشف غادي نخلط هاد المكونات مزيان، يعني هاد السوائل هادو غنضربهم مزيان غيبان ليا انسجموا صافي. غادي نضيف عليهم ما تبقى ولا غادي نضيفوا النواشف. من بعد ما خلطت الخليط الاول، يعني هذوك المكونات السائله، غادي نضيف دابا المكونات الجافه اللي هما 2 كؤوس ديال السميده رقيقه اللي حمرناها. حاولوا انكم ما تحيدوش يديكم عليها، حمروها غير شويه بشويه حتى كتحمر على النار اللي كتكون مهيله. وضفت كذلك معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، وغادي نزيد كذلك 2 ساشيات ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 16 غرام. وغادي نعاود نطحن هاد المكونات. بالنسبه لهاد البسبوسه كتجي لذيذه بزاف صراحه، بنينه. جربوها ان شاء الله تعجبكم بهذه الطريقه بالسميده اللي كتكون محمره وبالمكسرات. كتجي واحد البسبوسه مختلفه. غادي نفرغ الخليط ديالي غير باش نضيف عليه هاد المكسرات اللي كتاخدو، يعني اللوزه والكركاع اللي عندكم والزبيب حتى هو كيعطيها التعليكه كتجي زوين. اللي قطعته باش ما يطحنش ليا في الخلاط كنضيفوه هكذاك يعني في الاخير كنخلطوه. بالنسبه للمول دهنته بالزبده ورشيته بالسميده، وغادي نفرغ فيه الخليط ديال البسبوسه. الفرن عملته على 200 درجه، الحراره فقط من الاسفل حتى كطيب لينا البسبوسه، وكنشعلوا ليها الفوق باش كتكمل الطياب ديالها وكتحمر وكتاخذ هذاك اللون الذهبي. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنخرجوها من الفرن. كتجي محمره كيف ما تيبان لكم مباشره وهي باقا سخونه. كنسقيها بكاس ديال الحليب مع مرش. بالنسبه لهاد القضيه ديال الحليب ممكن كذلك تعملوا السيرو. بالنسبه للي بغات تكون هاد البسبوسه يعني بحال معسله من الداخل او لا شاربه بزاف، ممكن انها تعمل كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء وساشي ديال الفاني وتعملهم على النار وتخليهم حتى كيبدا يتقال. غير هو ما خصش يكون السيرو ثقيل بزاف، الا كان ثقيل بزاف كتجي معلكه بزاف. لذلك حاولوا انكم السيرو ما تقلوش بزاف. بالنسبه للتزيين خديت انا 2 علب ديال دانيت كراميل وعملتهم مباشره فوق من هذا الوجه ديال البسبوسه. وخديت الشوكولاته السوداء او لا دانيت ديال الشكلاط الاسود، وكنعملوا خطوط بهذا الشكل هذا. دائما التزيين تيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. ما نتقيدوش بشي حاجه اللي ما عندناش، يعني اللي عندي اللي غادي نزين بها. ولكن هذاك الياغورت ديال الكراميل راه كيجي زوين بزاف مع المذاق ديال السميده اللي محمره ودوك المكسرات، يعني كيتواتى بشكل كبير. الا ما عندكمش دانيت ديال الشكلاط ممكن انكم تزينوها مباشره حتى هو كيعطي منظر زوين، ولكن الا ما كانش ماشي مشكل. بالنسبه للتزيين يعني في الجوانب خديت شويه ديال الكوك حمرته وعملته من الجوانب، ولكن ممكن كذلك تعملوا شويه ديال اللوز والكركاع مهرمشين وتزينوا بهم باش كنديروا هذاك تذكير بان راه فيهم اللوز والكركاع. اللي ما عندوش يعني ممكن يخليها كيف ما هي. قدموها بالصحه والراحه. نتمنى يكون عجبكم الاقتراح ديال اليوم وتجربوا. كيف ما قلت لكم ممكن تسقيوها بالسيرو، كيف ما ممكن لكم تسقيوها فقط بالحليب. اللي ما كيبغيش بزاف الحلاوه ممكن انه يسقيها غير بالحليب راه كتجي زوينه.
وصلنا مشاهدينا الكرام لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى فعلا الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها ان شاء الله. غادي نقطع لكم واحد الجزء من هذه البسبوسه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي زوينه بزاف، اللون الذهبي فيها، المكسرات كيعطيوها حتى هما واحد المنظر زوين بزاف. تجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه، وجربوها لضيوفكم علاش لا ولوليداتكم، لان فيها مكسرات يعني صحيه. ان شاء الله تعجبكم الاقتراح ديال اليوم. اللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك في القناه وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، واللي عنده اي سؤال خليه لي في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبها. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، ونتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.